اسئله وتجاوب عليها وركز عشان اجاباتها سهله. ماشي. ايه اكتر حاجه بتخاف منها؟ الموت. بتخاف تخسرني. بتخاف تخسرني. لو انت بره وقلت لي هجيب لك حاجه حلوه وانا جاي وانا قلت لك لا، هتعمل ايه؟ هسمع كلامك. هتجيب لي حاجه حلوه كل مره. لو انا مت هتتجوز غيري؟ لا طبعا، لا طبعا. هتموت ورايا. الاجابه هتموت ورايا. لو كسبت اكبر واهم جايزه في حياتك هتعمل ايه؟ هصرفها عليكي، والله هصرفها عليكي. انا اكبر واهم جايزه في حياتك، انت كسبتها خلاص. حبيبي هو الساعه كام؟ والله ما معايا ساعة، والله ما معايا ساعة. مالك يا حبيبي؟ مالك؟ انا بسأل عادي. ربنا يهديك يا حبيبي. حبيبي هو مين كان بيدعك لك راسك قبل الجواز لما كان بيجي لك صداع؟ قبل الجواز ما كانش بيجي لي صداع. انا عرفت انت ليه ما بقتش تحبني. ليه؟ يعني انت ما بقتش تحبني. انا عندي ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش، تحب ابدا بايه فيهم؟ ابدأي بأي حاجة. طيب انا من بكره لازم اروح ابات عند ماما اسبوع. والخبر الوحش؟ أتقدم أنا الزوج إسماعيل مصطفى باعتذار رسمي ومدعوم بندم حقيقي إلى زوجتي العزيزة آية، وذلك بعد ما عملت معاها خناقة وحوار على مصروف البيت الشهر اللي فات بحجة إن هي صرفته كله وما وفرتش حاجة، وأنا عملت فيها خبير اقتصادي فجأة وقررت أمسك المصروف بنفسي، وكأي زوج مصري قلت بكل ثقة سيبيلي مصروف البيت وأنا هظبط الدنيا، وبالفعل ظبطتها، بس بدين 6000 جنيه. 3 محلات بقالة قفلوا في وشي، رسائل تهديد من الجزار والفراخجي، وشبه وصولات أمانة على بياض، واحتمالية الحبس بجد. ده غير يعني بعض الاعتداءات الخفيفة. وبناء عليه أقر أنا الزوج إن مسك المصروف مش عيب، لكن العيب إن أنت تعمل فاهم وأنت مش فاهم، وأهوج وأرعن ومتسرع. وأتعهد بعدم التدخل في شؤون الميزانية والصرف والجمعيات وأي حاجة ليها علاقة بالفلوس إلا بعد موافقة الإدارة العليا زوجتي العزيزة آية. أطالب بقبول الاعتذار وإعادتي فورا لوظيفتي السابقة والآمنة، قبض المرتب أول كل شهر وتسليمه لها بدون أسئلة ولا نقاش ولا مناهدة ولا تذمر ولا تأفف. وتفضلوا بقبول فائق الندم. امضاء الزوج المعتذر إسماعيل مصطفى، اللي عرف قيمة زوجته.